إذا مشاهدينا، بعد هذا الخبر نمر مباشرة لملفنا الأول للنقاش. صرح وزير الصناعة فرحات آية علي إبراهيم أنه يتم العمل على تطهير واسترجاع العقار الصناعي من خلال قانون جديد سيتم عرضه على مجلس الوزراء. قانون الاستثمار الجديد هو قانون دولة، وسيمنح الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المزيد من الصلاحيات، ويوضح كذلك بشفافية كيفيات منح المزايا وتوزيع العقار. مشاهدينا، للحديث أكثر عن ذلك أسعد باستضافة في البلاتو السيد محمد يزيد ملياني، رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين. سيد الفاضل، مرحبا بك معنا. شكرا على الاستضافة. كذلك سيكون معنا من قسنطينة الأستاذ سحنون يعقوب، أستاذ بكلية العلوم الاقتصادية بجامعة قسنطينة 2، سيلتحق بنا على المباشر بعد قليل. إذن سيد ملياني، نتكلم عن تصريحات وزير الصناعة. قانون الاستثمار الجديد هو قانون دولة، وسيكون هذا القانون عن قريب. نتكلم عن مدى أهمية أنه يكون تجديد في قانون الاستثمار، وهذا من كل النواحي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. على كل حال أشكر أول ما أستهل به قناة النهار على استضافة الاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين، ثم أنوه بالذكر أن كل ما يتم تنشيطه عبر مختلف الوزارات ولا سيما وزارة الصناعة هو من برنامج رئيس الجمهورية الذي قد تكلم عنه خلال حملته الانتخابية. إذا أردنا أن نعرج على هذا الموضوع وهو المتعلق بالعقار الصناعي أو قانون الاستثمارات، يجب إثراؤه، فهذا لابد منه. يبقى بالنسبة للعقار الصناعي المحور هذا مهم جدا، لأن بالنسبة للعقار الصناعي يجب أن نقول أن إذا كنا قد أدرجنا المواضيع سابقة الأمر فيما يتعلق بالاستثمارات في مجال الصناعات الثقيلة بمختلف أنواعها، وكنا قد تكلمنا كذلك عن الصناعات المتوسطة وصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكيفية إعطاء الأهمية للمؤسسات المناولة. هنا ننوه بالأمر أنه يجب أن نرجع إلى أول شيء هو كيفية استرجاع العقار الصناعي وتسوية وضعيته في الوقت الحالي بالذات. طيب، أنت تتحدث عن العقار الصناعي، نتكلموا على معادلة، ألا وهي مستثمرون يتحصلون على عقار لكن يبقى دون استغلال، والعكس، هناك مشاريع وهناك من يبحث عن العقار إلا أنه لا يجد. نتكلم عن هذه المعادلة وكيف يمكن اليوم عكس هذه المعادلة. نعم، هو في الحقيقة الموضوع هذا يعني من المفروض أن نتجاوزه. لماذا؟ يجب أن ندخل مباشرة في تسوية الوضعية، لأنه لو قلنا مثلا أن هناك أناس من استفادوا بالعقار الصناعي ثم لم يجسدوا تفعيله واستفادوا به هكذا دون أن يتم استغلاله في إطار النشاطات الاقتصادية المزمع إنجازها والمزمع الاستثمار فيها، هذا كلام فائت لأوانه. نحن في إطار ما يسمى كما قال الوزير ما يسمى بإثراء قانون الاستثمار الجديد الذي سوف يعمل من خلال الديوان الوطني للعقار الصناعي على استرجاع تسوية وضعيته، ثم استرجاع ثم الانطلاق في الاستثمار من خلال قانون جديد. هذا بالنسبة للعقار. يبقى بالنسبة الأهم في ذلك كله هو كيفية توزيعه. نحن كنا قد قدمنا مقترحات لمختلف الجهات الرسمية اللي تعمل على الاستثمار في هذا الإطار أو تطوير الاستثمار في هذا الإطار. كنا قد قدمنا برنامج يتعلق بإنشاء ما يسمى بالأقطاب الصناعية، وتكون الأقطاب الصناعية قريبة من الجامعات
حتى نجعل الجامعة الشريك الفعلي في تطوير المجال العلمي والتكنولوجي للمجال الإنتاجي. كنا قد تكلمنا كذلك عن المؤسسات المتوسطة الصغيرة والمتوسطة منها التي تكون شريكة فعلية من خلال اتفاقيات معية المؤسسات الكبرى، حتى تكون هناك نسبة إدماج فعلية. نأتي على سبيل المثال، إذا كانت وزارة الصناعة تتكلم عن المناولة أو رفع نسبة الإدماج في موضوع الإنتاج الصناعي للسيارات، إذا كان هذا الملف يأخذ مساحة كبيرة من النقاش، فلنعرج كذلك على الصناعات الكهرومنزلية والصناعات الإلكترونية. نعم. على سبيل المثال، فهي كذلك لا تخضع لما يسمى بنظام المناولة، ويقع عليها عاتق كبير من اللوم في خصوص استيراد المواد الأولية المصنعة التي يتم تركيبها في المجال الإلكتروني والمجال الكهرومنزلي. هنا ثاني يجب أن نعطي أهمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا الإطار. وإذا كنا نفكر بهذا الشكل فلنرمي بقدراتنا الفكرية في تفعيل ما يسمى بالأقطاب الصناعية. مثلا نقول قطب صناعي يهتم فعلا أو فعليا يعني عمليا بالمناولة في مجال إنتاج المواد المصنعة الأولية للإنتاج الكهرومنزلي على سبيل المثال. نعم. ثم هذه تعمل مباشرة في إطار تعاقدي مع الشركات والمؤسسات الكبرى. وهنا نأتي إلى أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. طيب، بما أنك يعني ذكرت أنه تتكلم عن الأقطاب الصناعية اليوم، ما هي العوائق أو خلينا نقول العراقيل أو ما الذي يمنع تفعيل هذه الأقطاب الصناعية اليوم على الميدان؟ والله ليس هناك مانع على البتات. لماذا؟ لأن الأصل في الأصل الوزارة لها كل الإمكانات حتى تباشر هذا العمل. نعم. حقيقة المهمة الوزارة المنوطة بها هي كبيرة، لأن الموضوع لا يتعلق فقط بما كنت قد أسردته، ولكن هناك مواضيع كثيرة مثلا صناعات أخرى، لا أقول على عاتق الوزارة وحدها، ولكن هناك ما يسمى بأهمية إعطاء الأهمية للصناعات بصفة عامة، كالصناعة التحويلية المنجمية والصناعة التحويلية الفلاحية وصناعات أخرى مثل استرجاع النفايات الصناعية أو استرجاع نفايات المدن. يعني تركيز هناك على كثير من المواضيع التي تهتم بالمجال الإنتاجي أو بالمجال الاستثماري. وهنا لماذا أتكلم عن هذا الموضوع بالذات؟ لأنه نحن المحور الذي نسوقه في الوقت الحالي هو ما يسمى بالعقار الصناعي، والعقار الصناعي يهتم بكل المجالات التي تصب فيها الاستثمارات بصفة عامة والاقتصاد الإنتاجي بصفة عامة. ولهذا كل العراقيل وكل الإعاقات أظنها ليست يعني عقبة أو حجر عثرة في طريق تجسيدها. كل الظروف متوفرة. ممتاز. يبقى معنا سيد ملياني. مشاهدينا، توقفنا مع سيد محمد يزيد ملياني رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين. كذلك يلتحق بنا الآن من قسنطينة أستاذ بكلية العلوم الاقتصادية بجامعة قسنطينة 2 الأستاذ صحنون يعقوب. أستاذ أهلا بك. إذا نتحدث عن قانون الاستثمار الجديد والذي سيعرف أو يرى النور قريبا. وزير الصناعة تطرق إلى أنه الشفافية، إعادة النظر في توزيع العقار الصناعي وكذلك تثمين المورد البشري هي أبرز مضامين قانون الاستثمار الجديد. نركز على المورد البشري الجديد ومدى أهمية الاهتمام به والاستثمار فيه خصوصا.
نعم، شكرا لكم أول شيء على إتاحة الفرصة يعني للتدخل في هذا الموضوع. في الحقيقة فيما يتعلق بإصلاحات قانون الاستثمار الجديد، يعني آخر تحديث للقانون كان سنة 2017، وكانت تناول مجموعة من الجزئيات يعني ومجموعة من الآليات التي تسمح بترقية الاستثمار. في هذا الصدد جاءت يعني مجموعة من الإجراءات الحكومية، سواء كانت يعني الهادفة للحد من عجز الموازنة في الجزائر يعني في ظل أزمة المحروقات والميزانية العامة في الجزائر. كذلك جاء في هذا القانون يعني مبادئ أساسية تتعلق بسيادة الجزائر على مقدراتها الطبيعية، كذلك بحماية الاقتصاد الوطني، يعني مما خلينا نقول أثر نسبيا على نمو الاستثمارات في الجزائر، خصوصا في مرحلة الأزمة الموازناتية اللي تعرفها البلاد. فيما يتعلق بترقية المورد البشري، أكيد الآن فيه يعني أصداء من هنا ومن هناك تتكلم حول إعداد قانون يتعلق بحماية الملكية الفكرية، كذلك حماية الإبداع، ترقية الإبداع، وكذلك ترقية التكوين. لماذا؟ لأنه الآن يعني فيه شبه قطيعة خلينا نقول ما بين التكوين، خاصة التكوين الجامعي، التكوين الحرفي والتكوين المهني، وبين متطلبات ممارسة المهن، وخاصة المتطلبات التي يحتاجها الاستثمار يعني في المدى القصير، المدى المتوسط، وكذلك المدى البعيد. طيب، نتحدث كذلك، كنا تطرقنا وأشرنا لنقطة وهي الاستثمار، ودائما قانون الاستثمار الجديد. في رأيك يعني كيف يمكن اليوم أو كيف يمكن تحقيق استثمار موجه للتصدير وكذلك للمنافسة الدولية؟ تبعنا أن الحكومة وجهت بوصلتها للعديد من القطاعات، ورغم كما ذكرت الأزمة الاقتصادية التي نعيشها، إلا أنه تم تخصيص ميزانية للاستثمار فقط. نعم، هو فيما يتعلق يعني بنقطة ترقية الاستثمارات الموجهة نحو التصدير أو نحو تصدير المنتجات المحلية، فيه من خلال بيانات الصادرة عن مجالس الوزراء المنعقدة يعني في الثلاث أشهر الأخيرة، تتكلم على استحداث بنوك جزائرية خارج التراب الوطني، ممكن في بعض الاقتصادات المستهدفة، هنا بالخصوص الاتجاه نحو السوق الإفريقية على اعتبار العمق الإفريقي والعمق الجغرافي للجزائر، كذلك الاتجاه نحو بعض البلدان اللي تربطنا معها علاقات تاريخية أو عندنا فيها جالية يعني معتبرة. إذا حبيت نخصص فرنسا تحديدا. لماذا؟ لأنه يعني حتى نتفادى صعوبة التحويلات، صعوبات الاستثمار التي يواجهها الجزائريون المغتربون في هذا البلد عندما يحاولوا يعني يقوموا باستثمارات هنا في الجزائر. كذلك مما يستوجب يعني التصحيح والتعديل إن صح القول يعني من أجل ترقية هذه الاستثمارات الموجهة للاستثمار. أول شيء أعتقد أنه لابد من إعادة النظر في تنظيم بعض القطاعات، خاصة القطاعات اللي تحتاج إلى تراخيص من أجل مزاولة نشاطها. في هذا الصدد، وهذا خلينا نقول هو واحد من أهم العراقيل التي تواجه المستثمرين سواء كانوا جزائريين أو أجانب. بالنسبة للاستثمارات الموجهة للتصدير، يعني لابد أن لا يفهم الأمر بأنه يتعلق فقط يعني بالاستثمارات المحلية أو باستثمارات الجزائريين هنا في الجزائر من أجل التصدير، ولكن حتى باستثمارات المؤسسات الأجنبية اللي تخلق منتجات هنا في الجزائر ثم يعاد تصديرها إلى بلدان أخرى. في هذا الصدد يعني إذا سمحتم لي فقط الإشارة إلى ضرورة تفعيل يعني إلغاء يعني القاعدة 51-49% خاصة في القطاعات غير الاستراتيجية، وهذا أعتقد كان صرحت به الحكومة في أكثر من مناسبة وكذلك مجلس الوزراء. يعني التوجه العام الآن هو من أجل ترقية المنتوج المحلي، هذا من جهة، ولا بد أن يكون المنتوج المحلي يعني مدعوما بكفاءات جزائرية مكونة يعني تتميز بالإبداع، في ظل عنصر مهم جدا يعني تتكلم عليه الحكومة مؤخرا، هو محاولة رقمنة القطاعات الاقتصادية من أجل الوصول إلى الاحتياجات الحقيقية يعني للاقتصاد الوطني، ومن ثم التوجه نحو التصدير. طيب، كنت أشرت لنقطة لو هي الكفاءة الجزائرية، نتكلم عن الدبلوماسية الجزائرية وكذلك أي دور لها من أجل التعريف بالمنتوج الجزائري كذلك، وخصوصا من ناحية جذب الاستثمارات الأجنبية. نعم، هو فيما يتعلق بالدبلوماسية الجزائرية فقط للتفرقة، أنه التمثيل الدبلوماسي أو التمثيل يعني السيادي للجزائر خارج حدودها يتمثل في القنصليات وكذلك في السفارات. السفارات تعنى في حقيقة الأمر بالأمور السياسية والعسكرية وغير ذلك، ويعني تعنى القنصليات بالعمل التجاري وترقية الاستثمارات وغير ذلك. هذا لا يمنع يعني ما فيش أعراف دولية سواء اتفاقية فيينا سنة 61 أو سنة 63 اللي تتكلم على العلاقات الدولية الدبلوماسية والقنصلية، لا مانع من استخدام يعني طاقاتنا الدبلوماسية
الدبلوماسية، والدبلوماسية الجزائرية معروفة يعني في القضايا الدولية خاصة القضايا السياسية، أنه توجه هذه الجهود نحو ترقية المنتجات الوطنية، خصوصا يعني في مجالات البحث عن الأسواق، كذلك في إعطاء أولويات ممكن للمنتجات الجزائرية عن طريق اتفاقات التعريفة الجمركية، إلغاء ممكن أو تخفيض التعريفة الجمركية في إطار المعاملة التفضيلية. في الحقيقة هذا الأمر يستند إلى المعاملة بالمثل يعني في العلاقات الدولية عموما، وفي المعاملات الاقتصادية الدولية خصوصا، أنه إذا كان فيه بلدان تفرض على النفط الجزائري أو المنتجات الجزائرية المصدرة يعني مجموعة من التعريفات الجمركية ومن الحقوق الجمركية، الجزائر تعامل بالمثل صراحة. ولو أنه يعني الجزائر ممكن خلينا نقول فيه نسبة من المرونة، يعني خاصة من خلال يعني التعريفات الجمركية المفروضة حاليا 5 و15 و30%، أعتقد أنها إلى حد ما نسب مخفضة مقارنة بما تفرض على منتجاتنا في بعض البلدان. هذا يعني أنه لابد أن الدبلوماسية الجزائرية جهدها أكثر يركز في البحث عن الأسواق خارجية يعني المنتجات المحلية، وكذلك يعني الجهد يوجه نحو خاصة إعداد اتفاقيات أو شراكات دولية تتيح تخفيض التعريفة الجمركية أو حتى إلغائها، لما لا، يعني لصالح المنتوج الجزائري، وهذا راح يمد فرصة أكثر يعني للمستثمرين والمؤسسات الجزائرية. طيب، من جهة أخرى لو نتكلم عن المنظومة القانونية وكذلك البيروقراطية، لا ترى أنه البيروقراطية وكذلك عدم استقرار المنظومة القانونية هما يعني كابوس دائما بالنسبة للمستثمرين؟ نعم، في الحقيقة أنا أوافقك الرأي تماما في هذا الأمر. لماذا؟ لأنه منذ سنة 2014 تقريبا، يعني منذ دخول الجزائر في أزمة الموازنة العامة، فيه ترسانة كبيرة جدا من القوانين المتعلقة بالاستثمار، يعني سواء كانت في المجال الجبائي، في المجال البنكي، كذلك في التمويل بصفة عامة، يعني في الشراكة مع الأجانب إلى غير ذلك. في الحقيقة أنه ترسانة القوانين الآن أصبحت تشكل عبء، وعبء كبير جدا بالنسبة للمستثمرين والمؤسسات الجزائرية. هذا ما يدعو ممكن إلى إعادة تفعيل الشباك الوحيد بالنسبة للمستثمرين. تعرف أنه الآن باش تتحصل على ترخيص من أجل التصدير أو من أجل يعني الاستثمار في قطاع معين هنا في الجزائر، لابد أنك تمشي لمديريات التجارة أو حتى وزارة التجارة، مديرية المالية، مفتشية الضرائب، يعني تمشي لجهات عديدة، وهذا سيلقي بثقله يعني على العملية الاستغلالية في حد ذاتها وعلى الاستثمار وخلق منتجات جديدة. يبقى الآن ما يحتاج فعلا إلى تصحيح أو إلى تعديل عميق بخصوص قوانين الاستثمار. أعتقد أنه قانون الصفقات العمومية من جهة من خلال مرسوم 15247 أعتقد آن الأوان أنه يحين يعني يعاد فيه النظر. كذلك بالنسبة لقانون الاستثمار فيه بعض القواعد الاقتصادية التي لابد أن تكون بمنأى عن قوانين المالية. الآن أصبح قانون المالية يعني مجالات تدخله أصبحت كثيرة جدا، لدرجة أنه ممكن حتى نلغي الاستثمار في قطاع معين عن طريق قوانين المالية، كإلغاء مثلا استيراد ممكن السيارات أو استيراد بعض المواد عن طريق قوانين المالية. وأعتقد أنه هذا الأمر سيجعل يعني من الحركية اللي تعرفها التشريعات الاقتصادية والتشريعات المتعلقة بالاستثمار، تخلي يعني كثير من المؤسسات الجزائرية إما أن تعزف عن الاستثمار تماما، أو أنها أقل شيء تقلص يعني دورتها الاستثمارية إلى الحد الأدنى، يعني تفاديا للإشكالات المرتبطة بتغير التشريعات إلى غير ذلك. ممتاز أستاذ يعقوب سحنون، أستاذ بكلية العلوم الاقتصادية بجامعة قسنطين اثنين، أشكرك على هذا الطرح وعلى كل هذه التوضيحات، كنت معنا على المباشر. نعود إليك سيد ملياني، دائما بما أنه كنا نتحدث عن المنظومة القانونية وكذلك البيروقراطية، كما قلت الآن للأستاذ يعقوب أنهما لطالما كان يعني كابوس للمستثمرين. فعلا على كل حال هذا هو ما نطمح إليه كلنا. إذا كنا نريد أن نتكلم على هذا الموضوع بالذات، فهذا يعني استغل هذا اللقاء لأجل القول. كنا الاتحاد الوطني أرباب العمل المقاولين البارحة فقط أشرف على اجتماع عمومي حول الاستفتاء على تعديل الدستور، مشروع تعديل الدستور يرمي برمته إلى مثل هذه المواضيع، القضاء على البيروقراطية وتشجيع أن الاستثمار الوطني في إطار ما يرمي إليه البرنامج العام اللي هو الطموح حول تنمية الاقتصاد الوطني. يبقى بالنسبة لما أريد أن أضيفه فقط في هذا الإطار، وهو حتى نربح الوقت، وهو أن العقار الصناعي في حد ذاته يجب أن تكون حوله أو من ورائه برمجة مخططة تكون وتيرتها سريعة
لأجل تحصيل التقليص من البطالة. لأن في الوقت الراهن نرى الإشكالية تقع حول مخططات أو البرامج. في بادئ الأمر نحصل العقار، ثم بعد ذلك نجعل له منهجية من خلال تهيئته حتى نصل إلى الانطلاقة الفعلية للعملية الاستثمارية به. البرنامج العام كيف يكون، ما هي الميكانيزمات التي سوف يتم اختيارها لأجل الانطلاقة الفعلية للبرامج الاستثمارية. هذا أكيد مؤكد سوف يكون، ولكن كيف يمكنه كذلك في ربح الوقت لتحقيق النتائج المرجوة، وما هي البرامج التي يمكن أن نتكلم عليها ذات المخطط المتوسط المدى وبعيد المدى. لأن الكلام حقيقة لو أدرجنا المحور هذا سوف نعرج لنقاط كثيرة تقنية في حد ذاتها. أما النقطة الأساسية التي يجب أن نحيط بها الكلام، وهي أنه يجب أن توجه الاستثمارات، يتم دراستها فعليا وتوجه بحسب المناطق الصناعية التي تكون عليها هذه الاستثمارات. طيب، أي أولوية لهذه الاستثمارات اليوم، خاصة بالحديث عن الصناعات التحويلية؟ بالنسبة للصناعات بصفة عامة، يعني كل ما هو سهل فيجب فتح المجال للانطلاق فيه. كل ما هو سهل، كل ما هو يجب ترتيب له الإطار العملي في كما نقولوا احنا من ناحية الدراسة، من ناحية التسوية، من ناحية يعني التسوية الأرضية لطالما كانت هي العائق الأساسي. بالنسبة مثلا كما لانيراف على سبيل المثال أخذت يعني وقت طويل في تسوية الأراضي المناطق الصناعية، إلى أنها لم تصل إلى المبتغى المطلوب. احنا نحاولوا كيفاش نحقق النتائج من خلال ما هو سهل جدا الولوج إليهم في مجال الاستثمار. هذا يعني الذي إذا كنا نتكلموا على الصناعات بصفة عامة، ما نقدروش نفرقوا ما بين الصناعات التحويلية نقولوا هي التي تأتي في الدرجة الأولى، ثم بعد ذلك نأتي للصناعات الأخرى. لا، احنا نفتح المجال لكل الصناعات، كل ما هو موجود وسهل فلننطلق فيه، لأن المجال الاجتماعي أو الشريك الاجتماعي بصفة عامة هو بحاجة لأن ننظر إليه ونعطي له ننظر إليه بعين الاعتبار ونعطي له الأهمية. طيب، قلنا أنه أو نعلم أنه الحكومة مؤخرا أعطت أهمية كبيرة للفلاحة في المناطق الصحراوية، وكذلك من خلال العديد من البرامج وتشجيع خصوصا الشباب من أجل ولوج هذا المجال. يعني لو نشوفوا أهمية ذلك، ويعني كما قلت خصوصا إعادة إحياء الفلاحة الصحراوية. نعم، هو الفلاحة الصحراوية وكأنه نتكلم عن إطار غير مستغل، مكان غير مستغل. الدولة يجب أن توجه قدراتها لتوجيه اليد العاملة نحو الأماكن الغير مستغلة. إذا كان نتكلم احنا عن الفلاحة الصحراوية، يجب أن نرافقها بالمجال العلمي والتكنولوجي. ما هي الدراسات التي يجب توفيرها لأجل الاستثمار الفعلي والمنطقي والناجح في هذا المجال؟ لأن الصناعات أو ما يسمى بالإنتاج الفلاحي في المناطق الصحراوية أو الفلاحة الصحراوية هي ليست بالسهل بالدرجة الأولى، لأنه يجب أن نعرج قبل أن نذهب إلى هناك إلى ما هي الدراسة التي يمكن إحاطتها بهذا النوع من الاستثمار. يجب الدولة أن تراعي المجال العلمي والمجال دراسة كل ما يتطلبه الوضع لأجل إنجاح
هذا النوع من الاستثمار. طيب، قلت الآن بالنسبة لي ذكرت الأماكن الغير مستغلة، نشوف أن هناك العديد من المستثمرين يطالبون بعقارات في المدن الكبرى اليوم. يعني ما الذي يجب من أجل تشجيعهم للذهاب لمثلا المناطق الجنوبية، المناطق الصحراوية، وحتى الهضاب العليا؟ هو في الحقيقة التشجيع يأتي من خلال الترويج. إذا كانت الوزارة والحكومة بصفة عامة تروج فعليا بطرق ذكية، بطرق فعلية، بطرق منطقية للاستثمار في مجالات مختلفة ومنها الفلاحة الصحراوية. الترويج يكون من خلال تقديم ما هي الامتيازات التي سوف تكون من وراء هذا المنح، ما هي الفائدة من وراء الاستثمار في هذا المجال، ما هي فائدة الجزائر من وراء ذلك، كيف يمكننا أن نستقطب يد عاملة مؤهلة إلى هذه الأماكن، ما هو تحقيق الفائدة من وراء ذلك، ما هي الامتيازات التي سوف يعني يستفيد بها كل من الخواص الذين سوف يساهمون في الاستثمار في تلك الأماكن، والدولة بصفة عامة من خلال تطوير اقتصادياتها في هذا المجال. إذا كان الترويج لهذا الموضوع سوف يصيب تحقيق هدفه، فهنا يمكن بطريقة بسيطة جدا جلب المستثمرين نحو هذه المناطق الاستثمار فيها. مقابل ذلك هل يمكن نقول أنه عدم تهيئة هذه المناطق الصناعية، مثلا عدم تواجد الماء وكهرباء، وحتى يعني نتكلم الواقع أحيانا حتى الطريق ما كانش، هي اللي تخلي من الأسباب أنه المستثمرين يحبوا أنه يكون أو اختيار المناطق الصناعية تكون في المدن الكبرى؟ نعم. لا هو كاين هناك فرق ما بين المناطق الصناعية والفلاحة الصحراوية، لأنه احنا كي نتكلموا عن المناطق الصناعية فعليا يعني يجب أن نوفر لذلك هذا مكان تعمل. نعم، وحنا نتحدثوا دائما على المناطق الصناعية. نعم. اللي راهي ما راهيش تنعدم فيها التهيئة. نعم. هو بالنسبة للمناطق الصناعية التي لا تتوفر فيها التهيئة، هذا كان خطأ قد ارتكب فيما سبق، يعني أنه يوفروا لهم المناطق الصناعية ويقال عنها على أنها مناطق صناعية ولا يهتم ولا تعطى له الأهمية في ذلك. ما تكونش هناك متوفرة الكهرباء يعني ذات الطاقة العالية، ما تكونش هناك متوفرة ما كانش مياه، ما كانش كل ما يصب في تفعيل العملية الإنتاجية غير متوفر. ثم بعد ذلك نأتي باللوم على المستثمر ونقول عنه أن ارتكب جريمة تعطيل العملية الإنتاجية، وبالتالي فقد ناهب العقار واستفاد منه دون إعطائه أولوية الاستثمار فيه. لهنا نشوفوا نوازن نعيد الدراسة كلية، يتم توجيه نوعية الاستثمارات بحسب احتياجات المناطق الصناعية لها، قرب الجامعات أو الأقطاب الجامعية للمناطق أو للأقطاب الصناعية، توجيه الاقتصاد فعليا بطرق ذكية جدا، بحيث أن الدولة سوف تشرف فيما بعد ذلك من خلال دراسة منطقية على توجيه المنتجات نحو التصدير، الاستفادة منها أكثر من ناحية الاكتفاء الذاتي، دراسة تكلفة المنتجات بحيث أنها ترفع من القدرة الشرائية، لأن رفع القدرة الشرائية يأتي بتخفيض الأسعار وليس بالزيادة في الأجور. يعني هذا كي نتكلموا من الجانب الاقتصادي. إذا كانت الدولة تنظر من الناحية المنطقية في معالجة الوضع بشكل جذري وبشكل منطقي وسريع حتى نقضي على البطالة، لأنه الهاجس هذا هو مهم بزاف أن نولي له الاهتمام حتى نجنب البلاد من أزمات قد مرت بها. وإحنا يهمنا إذا كان نتكلموا على المواطن الجزائري ونتكلموا على الشريك الاجتماعي الفعلي، فيجب أن نعطي له الأهمية في ذلك. ولهذا إحنا يجب أن العملية الاستثمارية يجب أن تلقى وتيرة لا أقول متسرعة وإنما سريعة. وصلت الفكرة. السيد محمد يزيد ملياني رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين، أشكرك على حضورك معنا اليوم في البلاد وعلى كل هذه التوضيحات. إذا المشاهدين